السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ الأطلسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم فطيرة بحجم عائلي، والأهم من ذلك أنها اقتصادية، مكونات بسيطة وحشوة خطيرة. تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تعرفوا طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. اول حاجه غادي ناخذ الدقيق ذو النوعيه جيده. انا هنا خديت 500 غرام، شويه ديال الخميره ديال الخبز، تقريبا غير راس معلقه كبيره ديال السكر حبيبات. وغادي نجمع هذا العجين بالماء دافئ من الاحسن. ديما تنقول لكم ديروا الماء دافئ باش يعاونكم على العجين. من بعد ما كنعجنوا كنجمعوا العجينه ديالنا بهذا الشكل. تنحاولوا نخدموها كما كتلاحظوا، ولا ممكن ديروا العجينه. ضفت شويه ديال الملحه، غير راس معلقه حتى هي، حكايه الفطيره كتجي حلوه. من بعد ما كنجمع العجينه ديالي بحال هذا الشكل، تنضيف واحد الخميره كيماويه 8 غرام بشويه ديال الماء حتى هي. نحاول ندخلها في هذه العجينه. كما كتلاحظوا انا راه خدمت هاد العجينه جيدا حتى نتوما خاصكم تخدموها باش تحصلوا على نتيجه احسن. من بعد تنضينها بشويه ديال زيت نباتيه ونغطيوها تخليوها ترتاح تقريبا واحد 15 دقيقه. من بعد ما كترتاح تناخذ شويه ديال الزيت ونحاول ندهنوا يدينا ونكوروها. انا هنا قسمت العجينه ديالي على 5 ديال الكريات بالحجم مختلف. ما خصوش يكون الحجم بحال حيت يكونوا جوج صغار شويه وثلاثه يكونوا شويه مختلفين، باش حيت غادي نديرو وحده في وحده. من بعد عاوتاني غنغطيوهم بلاستيكه بحال هذا الشكل هذا ونخليهم تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد تندوزو لسطح العمل وكناخذ شويه ديال كاوكاو اللي كنكون حمرته مشتو. هنا انا درت الزبده ولا السمن، من الاحسن يكون السمن. انا درت السمن حيت المذاق ديالو كيجي رائع، يعني ما عندوش ممكن يستعمل اي نوع من الزبده، وني من الاحسن تكون الزبده زوينه باش كتعطي مذاق رائع وكيجي هاد المرورقه تجي خطيره في المذاق. من بعد تنبسطوا الكريه الاولى وكنديروا شويه ديال اولا السمن اللي كنكون ذوبته في شويه ديال الزيتره. من بعد تنديروا شويه ديال الكاوكاو اولا اللوز اللي بغيتو، اللي كنكون حمرناه وطحناه بطبيعه الحال. من بعد تنجمعوها بحال الشكل ديال الملويه، واخا كتكون تتقطع الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ماشي مشكل. من بعد تنعاودوا نفس الطريقه وكنديروا وحده في وحده. من بعد ما كنديرها كذلك بالزبده وشويه ديال اللوز اولا كاوكاو كما قلت لكم، كناخذوا هذيك اللي جمعنا الاولى وكنديروها ونعاودو نديرو شويه ما بين الحشوات. خصنا نديرو شويه ديال الكاوكاو اولا ممكن نديرو شويه ديال الفينو ولا الزيت اولا السمن. كنستمروا من هذه العمليه حتى نسالي هاد الكميه كامله اللي عندي. واخر وحده ضروري ديروها هي غير صغيره باش تتجمع، ما خصهاش تقطع لكم الاخرانيه. من بعد ما ساليت هاد الخمسه الكوات كاملين كنخليوها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد ما كترتاح تنحاولوا نبسطوها، ضروري تخليوها ترتاح باش كتساعدكم في الخدمه ما كتقطع لكمش. كندهنوها كنبسطوها مزيان وكنديروها في اللاطه اللي غندخلوها الفرن. انا قطعتها هنا بالسكين، تقريبا ما كتاخذش وقت طويل، تقريبا بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه. من بعد ما كطيب تجي بحال هذا الشكل. تنزينوها بشويه ديال المربى اولا العسل واللوز اللي طحنتو، ولا ديروا شويه ديال الكركم. ممكن التزيين تيكون اختياري. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتدعموني بالاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم.